هو موضوع مصطفى محمد لحد دلوقتي راسي على فين؟ ناس تقول لك قرب وناس تقول لك بعد. ناس بتقول انه محتاج فرصة انه يلعب في ليفل عالي زي ما بيلعب في اوروبا، فيجي هنا يلعب في النادي الاهلي احسن له. وناس تقول انه لن يرتدي في مصر الا تيشيرت الزمالك. فيا ترى يا هل ترى فين بقى حقيقة الأمر ده؟ وهل مصطفى محمد فعلا رغبته الأولى هي الأهلي؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على الوكالة سبورتس. الكلام اللي بقوله لك ده من مصادر موثوق جدا جدا جدا، منها مصطفى محمد الصيف اللي فات كان على رادار النادي الأهلي. الصفقة كانت في مراحلها الأخيرة لكن للأسف فشلت، وسر فشل الصفقة حاجتين: إن مصطفى محمد كان متردد جدا 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 وهو بيدرس عرض النادي الأهلي، والتانية سبب مالي بحت، لأن نادي نانت طلب قيمة 8 مليون يورو عشان الصفقة دي تخلص. طبعا انا بكلمك في ارقام خزعبليه، والارقام دي لا يمكن تبقى ارقام تفاوضيه بتعبر عن القيمه الحقيقيه للاعب، لان القيمه بتاعته اقل من كده بكتير، يمكن نص المبلغ اللي هم طالبينه، يمكن اقل كمان لو حصل تفاوض. وطبعا كلنا شايفين ان مصطفى محمد الموسم ده بيحارب بكل ما اوتي من قوه عشان يرجع نفسه تاني للمستوى اللي كان عليه، خصوصا لانه الموسم ده شارك في 7 مباريات سجل هدف وحيد بس، رقم ضعيف جدا. ونادي نانت برضو مش من الأندية الكبيرة اللي ممكن نقول عليها إنها تنور أي نجم أو توديه محطة أكبر، إلا بقى في حالة إنه تألق بشكل خارق. ويمكن ده سبب من أسباب إن كابتن حسام حسن يستبعده خلال فترة من الفترات عن صفوف منتخب مصر. المهم إن مصطفى ابتدى يفكر جديا في عرض النادي الأهلي أو أي عرض تاني ينقذه من اللي هو فيه. العرض الأفضل والأحسن هو اللي هيخليه يقبل، لكنه بيفضل برضو أي عرض عن عروض النادي الأهلي، وده لسبب مهم جدا: هو مش عايز يخسر جمهور نادي الزمالك، وشايف إنه في يوم من الأيام هيرجع مرة تانية لصفوف ناديه اللي اتربى فيه. مصطفى محمد لاعب مهم جدا جدا لأي نادي هيستقطبه، خصوصا لو بنتكلم انه نادي في مصر. وزي ما قلت لك اكتر من مرة ان مفيش مهاجم في كواليتي مصطفى محمد دخل مصر الا عماد متعب، ومن فترة كبيرة جدا جدا واحنا بنفتقد مهاجم شرس في المكان ده. مصطفى محمد لسه بيحدد وجهته النهائية ومستقبله هيبقى ماشي ازاي. تفتكر بقى ان ده هيحصل ولا الموضوع هيبقى صعب؟ وهل مصطفى محمد قريب فعلا من الاهلي ولا الموضوع اتقفل عليه؟ قول لنا رأيك في التعليقات.